يا أهلا بيكم. النهاردة هنرجع بالزمن آلاف السنين لورا لمنطقة بيتقال عليها مهد الحضارة. هنتكلم عن بلاد ما بين النهرين، المكان اللي اتولدت فيه بعض من أقدم وأعظم الحضارات في تاريخ البشرية كلها، واللي كانت تقدر تقول كده زي المخطط أو النسخة الأولى لكل الحضارات اللي جت بعدها. طيب قبل ما نغوص في التفاصيل خلينا نسأل السؤال الأهم. هو إيه اللي بيخلي مجتمع ما يوصف بإنه حضارة؟ إيه الفرق بينه وبين أي تجمع بشري تاني؟ السؤال ده هو اللي هيمشينا في رحلتنا النهاردة وهيكون دليلنا عشان نفهم عظمة بلاد ما بين النهرين بجد. دي خريطة رحلتنا النهاردة. هنبدأ نفهم الأول يعني إيه حضارة، وبعدين نشوف نظام الحكم والعبادة عندهم وحياتهم اليومية كانت عاملة إزاي، ونبص على اختراعاتهم وإبداعاتهم، وفي الآخر هنختم بقصة تواصل حضاري عبقرية. يلا بينا. تمام. عشان نجاوب على سؤالنا الأولاني لازم نعرف إيه هي السمات الأساسية اللي المؤرخين بيستخدموها عشان يقولوا على مجتمع معين إنه وصل لمرحلة الحضارة. دي العلامات اللي بتوضح إن في نقلة نوعية حصلت في تاريخ الناس دي. هم دول الأعمدة الستة اللي هنستخدمهم عشان نحلل ونفهم حضارة ما بين النهرين. كل عمود من دول هيكشف لنا جانب مختلف ومهم جدا من حياتهم، وهنشوف إزاي كل الجوانب دي اشتغلت مع بعض عشان تبني مجتمعهم المعقد والمبتكر ده. أول حاجة هنبص عليها هي السياسة والدين. في العالم القديم الاتنين دول كانوا حاجة واحدة تقريبا، وجهين لعملة واحدة. يعني الحاكم ما كانش مجرد رئيس سياسي، لأ، ده كان كمان ليه سلطة دينية ضخمة. في الأول خالص النظام السياسي كان قايم على فكرة الدويلة المدينة. يعني إيه؟ يعني كل مدينة كانت دولة لوحدها، ليها حاكمها وجيشها وقوانينها الخاصة. تخيل كده إن كل محافظة في مصر النهاردة تبقى دولة مستقلة بذاتها. هو ده بالظبط الوضع اللي كان في سومر. والنظام ده كان ملكي وراثي، يعني الحكم بيتنقل من الأب للابن، والملك كان في إيده كل حاجة، السلطة السياسية والدينية مع بعض. الوضع ده فضل كده لحد ما جم الأكاديين، وبالتحديد الملك سرجون الأول، وقدر يوحد كل المدن دي تحت حكومة مركزية واحدة لأول مرة في التاريخ. أما بقى من الناحية الدينية فكانوا بيؤمنوا بتعدد الآلهة، وآلهتهم دي كانت غالباً مرتبطة بقوى الطبيعة زي الشمس والمطر. ويمكن من أشهر الآلهة عندهم كانت عشتار، إلهة الحب والحرب في نفس الوقت. وكان عندهم كمان إيمان قوي بفكرة الحياة بعد الموت، والدليل على كده إننا بنلاقي في مقابرهم أكل وشرب محطوطين جنب المتوفى. ده بيورينا إن فكرة الخلود كانت شغلة بال الإنسان من زمان قوي. طيب، شفنا نظام الحكم والدين. خلينا دلوقتي ننتقل ونشوف الناس نفسهم كانوا عايشين إزاي. هنتكلم عن تركيبة المجتمع والاقتصاد اللي كان قائم عليه، لأنه طبيعي مع نمو السكان وتطور المجتمع كان لازم تظهر قواعد جديدة تنظم حياتهم. الفكرة بسيطة ومنطقية جدا. لما عدد الناس بيزيد والتعاملات بتكتر، المشاكل كمان بتزيد، فكان لازم وضروري جدا يكون في قوانين تنظم العلاقات دي وتضمن استقرار المجتمع، وإلا هتبقى فوضى. وهنا بنشوف عبقرية حقيقية. حضارة ما بين النهرين قدمت لنا أقدم مجموعة قوانين مكتوبة في التاريخ، وهي قوانين أورنيمو اللي كان هدفها الأساسي حماية الضعفاء. لكن الأشهر طبعا هي قوانين حمورابي، ودي كانت شاملة جدا ونظمت كل حاجة تقريبا في الحياة. والأهم من ده كله إنها ضمنت حقوق للمرأة، ودي كانت حاجة سابقة عصرها بكتير. طيب، اقتصادهم كان قايم على إيه؟ على 3 حاجات أساسية. أولاً هو قبل أي شيء الزراعة، وده كان العمود الفقري لاقتصادهم بفضل نهري دجلة والفرات. بعدها تيجي الصناعة، بالذات صناعة المعادن والفخار اللي كانوا محترفين فيها. وأخيراً تجارة اللي كانت شبكتها واسعة جداً ووصلت لمناطق بعيدة زي مصر والهند والشام. ودلوقتي وصلنا للجزء المفضل عندي، الإرث الفكري والمعماري لحضارة ما بين النهرين. هنا بقى هنشوف العبقرية الحقيقية اللي سابت بصمتها على العالم كله لحد النهاردة. الجملة دي بتلخص القصة كلها. هم عملوا 3 حاجات: اخترعوا حاجات غيرت شكل العالم، تركوا وراهم تراث أدبي عظيم، وبرعوا في علوم بشكل مذهل. خلينا نمسك كل واحدة فيهم. أول حاجة اخترعوا، وأهم اختراع كان الكتابة. السومريون اخترعوا الكتابة المسمارية، اللي هي علامات شبه المسامير بتتحفر على ألواح طين. الاختراع ده مش مجرد طريقة تواصل، لأ، دي كانت بداية تسجيل التاريخ الإنساني نفسه. بسببه إحنا قادرين نعرف عنهم كل التفاصيل دي النهاردة. تاني حاجة، تركوا وراهم تراث أدبي غني ومتنوع جدا، مش مجرد سجلات تجارية وحكومية، لأ، دي أساطير وقصص ملحمية زي ملحمة جلجامش، وشعر بيكشف لنا عن أحلامهم ومخاوفهم ونظرتهم للعالم. تالت حاجة، برعوا،
وفي العلوم دي بقى حدث ولا حرج، كانوا شاطرين جدا في الرياضيات والهندسة والطب، لكن تفوقهم الأعظم كان في علم الفلك. قدروا يرصدوا حركة الكواكب النجوم بدقة، وعملوا تقويم شمسي وقمري، وقسموا اليوم ل 24 ساعة والساعة ل 60 دقيقة، حاجات بنستخدمها لحد النهاردة. أما في العمارة فالتحفة الفنية الأيقونية بتاعتهم هي الزقورة. هي عبارة عن مبنى ضخم جدا شبه الهرم المدرج بتاعنا كده، وفي قمته بيكون فيه معبد للآلهة. بس المثير للاهتمام إن الزقورة دي ما كانتش مجرد مكان للعبادة وخلاص، كان ليها 3 وظائف أساسية. هي مكان للطقوس الدينية، ومكان لتتويج الملوك الجدد، وكمان كانت مركز للعلم والتعلم خصوصا الفلك، يعني كانت قلب الحياة الدينية والسياسية والفكرية للمدينة كلها. وفي ختام رحلتنا خلينا نوسع الصورة شوية. مهم قوي نعرف إن الحضارات القديمة دي ما كانتش عايشة في جزر منعزلة عن بعضها، لا، كان في تواصل وتأثير متبادل. ويمكن أهم مثال على ده هو العلاقة اللي كانت بين بلاد ما بين النهرين وجارتها القوية مصر. طرق التجارة اللي اتكلمنا عنها في الأول ما كانتش بس عشان ينقلوا بضايع، دي كانت شرايين حقيقية لنقل الأفكار والاختراعات والفنون والمعتقدات. التبادل التجاري خلق تبادل ثقافي وحضاري ضخم. والسلايد دي بتوضح التأثير المتبادل ده بشكل مذهل. مصر أخذت منهم فكرة الأختام الأسطوانية، ونحت الحيوانات المجنحة، وحتى عبادة الإلهة عشتار انتشرت في مصر. في المقابل بلاد ما بين النهرين اتأثرت بأفكار المصريين عن الحياة بعد الموت، وبتصليم الذكورات اللي بقى شبه الهرم المدرج، وبتقنياتهم في تزيين الفخار. التأثير كان رايح جاي. وهنا بنوصل للسؤال الأخير اللي عايز أسيبه للتفكير. يا ترى عالمنا كان هيبقى شكله عامل إزاي لو الحضارتين العظيمتين دول عمرهم ما اتقابلوا، لو التبادل الثقافي ده كله ما حصلش؟ ده بيورينا قد إيه التواصل بين الشعوب هو اللي بيبني الحضارة الإنسانية وبيطورها على مر العصور.